السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله اخواني واخواتي الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير وصباح الخير دي اكس ان. اليوم بهذا الفيديو راح نتناول معكم خطة بسيطة وسهلة جدا ان شاء الله تعالى وقابلة للتحقيق لكل الشركاء ان شاء الله تعالى، ومن خلالها خلال اشهر بسيطة ممكن نحصد ثمار كبرى. فمثل ما بنعرف بمشروع دي اكس ان جماليته فيه لغة المضاعفة، فيه لغة المضاعفة بإذن الله تعالى بالأرقام إن شاء الله تعالى، كونه نحن نعمل مع فريق ما نعمل لوحدنا. فنحن مثل ما بنعرف بمشروع دي اكس ان الشركة وضعت تارجت، ويعد التارجت بسيط وسهل جدا تحقيقه، اللي هو تحقيق ال100 نقطة خلال الشهر من المبيعات، وكذلك الأمر نعمل على بناء الفريق ويلتزم فريقنا بنفس الخطوات. هذا الشيء اللي راح يخلينا ننجح ويخلي فريقنا ينجح كذلك الأمر. لكن اغلب الاحيان نسمع بعض الاعذار من بعض الشركاء انه انا ما عم استطيع احقق ال100 نقطة خلال الشهر. تمام؟ فجيتكم اليوم بخطة سهلة وبسيطة، مثل ما تكلمنا التارجت بسيط وسهل، لكن رح نمشي مع الجميع باذن الله تعالى ونعطي حلول للجميع حتى الكل يستطيع ينجح. رح نوضع خطة بسيطة وسهلة جدا والجميع يستطيع يحققها. صراحة اللي بده يتكلم انه انا ما استطيع احقق هي الخطة وما استطيع اطبقها، فمعناها هو ما بيكون اهل للنجاح، لانه خطة بسيطة وسهلة وقابلة للتحقيق باذن الله تعالى، وهي تعد 10% من التارجت الشهري اللي وضعته الشركة. نحن اكيد ما لنا باحثين على الارباح البسيطة باول شهر وثاني شهر، لكن هي الخطة لو اتطبقت باذن الله تعالى من الشهر الثالث راح نحصل على التارجت باذن الله تعالى، ونستهلك المنتجات او نحصلها ونسوق عليها باذن الله تعالى بالمجان. لو استهلكناها راح نحصل عليها بالمجان، لو سوقناها راح نحصل على مرابح رائعه باذن الله من الشهر الثالث. طبعا الخطه هي انه نعتمد على تسويق منتج واحد خلال الشهر، وندعو شركاء معنا يلتزموا بنفس الخطه باذن الله تعالى. الخطه انا رسمتها مع منتج القهوه السوداء، منتج مطلوب والقهوة مطلوبة لجميع البشر، ومنتج رائع جدا ومميز بإذن الله تعالى. الخطة على الشكل التالي: أنه أنا بالشهر الأول ألتزم بتسويق علبة قهوة سوداء، وأدعي 4 شركاء يسوقوا كذلك الأمر كل شخص فيهم علبة قهوة سوداء، وكذلك الأمر أستنسخ نفس الفكرة بالأشهر القادمة. اجينا للشهر الثاني ارجع أدعي 4 شركاء جدد، تمام، واعلمهم انهم يسوقوا علبه قهوه سوداء، واعلم شركائي القدامى كذلك الامر يدعوا كل شخص منهم 4 شركاء جدد يسوقوا علبه القهوه السوداء، والتزم انا وشركائي بهي الخطوات باذن الله تعالى ونستنسخها بالعمق مع فريقنا. رسمنا جدول باذن الله تعالى امامكم كيف راح تكون النقاط وكيف راح تكون المرابح. بالشهر الاول انا سوقت ظرف قهوة سوداء ودعيت 4 شركاء، فعدد الفريق كان 5 أشخاص. 5 أشخاص نقاطنا راح تكون 37 نقطة ونصف، تمام، نقاطي الشخصية خلال هذا الشهر. نقاط التراكمية كوننا نحن 5 كذلك الأمر راح تكون 57 نقطة ونصف. الأرباح طبعا الشهرية راح تكون 0 كوني لسه ما حققت ال100 نقطة. طيب شوفوا لغة المضاعفة بالشهر الثاني. الشهر الثاني لو التزمت انا وشركائي بنفس العمليه، انا دعيت 4 شركاء جدد وشركائي كل واحد منهم دعا 4 شركاء جدد، عدد الفريق عدد اعضاء الفريق راح يكون 25 شخص. ركزوا من الخمسه لل25. شوفوا لغه المضاعفه بدي اكس ان. طيب النقاط الشهريه بالشهر الثاني كم راح تكون؟ راح تكون 287 نقطه ونصف، من 57 ونصف ل 287 نقطه ونصف. طيب عدد النقاط التراكمية بالشهر الأول نحن كنا 57 نقطة ونصف، مع النقاط خلال هذا الشهر صارت النقاط التراكمية عندي 345 نقطة. نطت خلال شهر من 57 نقطة ونص ل 345 نقطة ونصف. طيب الأرباح أنا بالشهر الثاني لسه ما ألزمت نفسي بتحقيق ال100 نقطة، ما زلت عم أسوق فقط علبة قهوة سوداء. بالشهر الثالث كل شخص من ال25 دعا 4 أشخاص جدد، فصار العدد 125. قارنوا بين الشهر الأول والشهر الثالث كيف يكون النماء. أنا عم أدعي 4 أشخاص وعم أعلم فريق يقوم بنفس العملية بإذن الله تعالى. أكيد كل شخص فينا عنده معارف وعنده أقارب وأصدقاء، عنده منصات تواصل، فالخطة سهلة وبسيطة جدا
وركزوا معي بالشهر الثالث والرابع. الشهر الثالث عدد الفريق 125. عدد النقاط خلال الشهر الثالث اللي دخلتني مني ومن خلال الفريق فقط بتسويق علبة القهوة السوداء 1437 نقطة ونصف، من 57 نقطة ونصف للشهر الثالث 1437 نقطة ونصف. هي لغة المضاعفة بمشروع DXN. عدد النقاط التراكمية راح تكون تجاوزت 1782 نقطة ونصف. طيب أنا بهذا الشهر ألزمت نفسي بتحقيق التارجت، فراح تجيني أرباح تقريبا 84 دولار. راح تجيني بالشهر الثالث أرباح بقيمة 84 دولار. فأنا أخذت المنتجات ممكن كلفتني تقريبا هذا المبلغ أو أكثر بشوي، تمام؟ فأنا من الشهر الثالث ال100 نقطة عندي أصبحت بالمجان لو استهلكتها، ولو سوقتها أنا أخذت مرابح قيمة 84 دولار. تمام؟ بالشهر الأول ما حققت ال100 نقطة، الشهر الثاني ما حققت، الشهر الثالث صار عندي فريق، صار عندي حجم مبيعات كبير من خلالي وخلال فريقي، فلازم ألزم نفسي بال100 نقطة لأنه راح تجيني مرابح تعوضني فيها. ركزوا معي على الشهر الرابع. طبعا أنا ما امتديت أكثر من 4 أشهر، خليت الخطة ل4 أشهر. بالشهر الرابع لو التزمنا أنا وفريقي بنفس الخطة راح يكون عدد الفريق 625 شخص. قديش بدينا؟ من 4 أشهر 5 أشخاص. هي لغة المضاعفة DXN. بالشهر الرابع كم؟ 625 شخص. طيب كم راح تكون نقاطي الشهرية؟ ما شاء الله تبارك الرحمن، نقاط تأهل نجم ماسي راح تكون 7187 نقطة ونصف راح تدخلني خلال الشهر. كم دخلني بالشهر الأول؟ 57 نقطة ونصف. كم دخلني بالشهر الرابع؟ 7187 نقطة ونصف. تبارك الرحمن. شوفوا كم حجم المضاعف كبير. النقاط التراكمية كم أصبحت؟ 8970 نقطة. فأنا هون تخطيت رتبة الوكيل النجم يعني ضعف الرقم المطلوب مني من النقاط اللي لازم أحققها بفضل الله تعالى. وصار يصعد عندي خطوط، عندي 4 خطوط بهالحال يكون صار عندهم كل واحد 1742 نقطة. يعني الشهر القادم راح يكون ياقوتي ويكون عندي 4 خطوط نجوم بإذن الله تعالى. طيب كم راح يدخلني بإذن الله لو هون بالشهر الرابع أنا التزمت بال100 نقطة والأربع شركاء اللي بدأوا معي بالشهر الأول كل واحد منهم التزم بال100 نقطة؟ راح تطلع لي مرابح بإذن الله تعالى 539 دولار تقريبا. تمام؟ وشركائي الأربعة اللي بدأوا معي بالشهر الأول راح تكون أرباحهم كل واحد منهم 84 دولار. والأشهر اللي بعده شركائي الجدد بإذن الله تعالى اللي صار عندهم 3 أشهر بالمشروع راح يصيروا يلتزموا بإذن الله ويحصلوا على هاي المرابح إن شاء الله تعالى. أنا ما حسبت بالشهر الرابع لو فقط أنا حققت ال100 نقطة، لو أنا حققت ال100 نقطة وشركائي لسه ما التزموا بال100 نقطة راح تكون أرباحي أكثر من هيك. لكن نحن حسبنا إنه هاي الخطة بإذن الله ملتزم فيها أنا وشركائي. فأنا بالشهر الرابع دخلني 539 دولار، شركائي الأربعة اللي بدأوا معي بالشهر الأول دخلهم كل واحد 84 دولار. الشهر القادم يكونوا نجوم بإذن الله وأنا بكون ياقوتي. الشهر اللي بعده راح يكون نجم ماسي. وتخيلوا كم راح تكون العمولة بإذن الله تعالى. طبعا هي الخطة رسمناها ل4 أشهر، وبالشهر الخامس إن شاء الله تعالى مثل ما ذكرنا راح يكون ياقوتي، بالسادس راح يكون نجم ماسي. يعني لو امتدينا بالخطة والتزمنا فيها 100% خلال 6 أشهر أنا راح أكون نجم ماسي بفريق حقيقي وبعمولة كبرى ومع شركاء بدأوا يحصدوا مرابح بإذن الله تعالى. طبعا خطة مثل ما ذكرنا بسيطة وسهلة وقابلة للتحقيق. ولنفرض أنه ما تحققت معنا 100%، ولنفرض أنه تحقق منها 50%. التزمنا ودعينا شركاء، ناس التزمت، ناس ما التزمت، ناس كملت، ناس توقفت، هذا شيء طبيعي بعملنا. ولنفرض أنه تطبق منها 50%، فأنا بدل ما أحقق هذا الرقم خلال 4 أشهر خليه يكون خلال 8 أشهر، خليه يكون خلال 8 أشهر. بعد 8 أشهر أنا عم أحصد مبلغ فوق ال500 دولار. هل هذا الأمر سهل؟ بدل ما تكون خلال 6 أشهر الماسية خليها تكون بعد عام بإذن الله تعالى. وبالماسية راح تكون العمولات أضعاف. ما كملت الخطة ل6 أشهر راح تكون العمولات أضعاف هي الأرقام بإذن الله تعالى. هل هذا الشيء يستحق أو ما يستحق؟ إخواني الكرام، نحن بمشروع بإذن الله تعالى متكامل. لغة النماء فيه مجنوني، لغة الأرقام فيه مجنوني. فحتى مثل ما ذكرنا التارجت هو أمر بسيط، لكن نحن عم نوجد ونوضع حلول لكل الشركاء
حتى ما أحد يكون عنده حجة أنه أنا ما أستطيع أنجح بهذا المجال. خطة بسيطة اليوم أنا من خلال أني أسوق منتج قيمته ممكن يختلف من بلد لبلد بين 10 ل 13 دولار خلال 30 يوم، إذا كنت ما أستطيع أسوق هذا المنتج أو أستهلكه فأنا بكون بهالحالة يعني إنسان غير مؤهل للنجاح صدقا بكل معنى الكلمة ومن غير مجاملة. فأنا لحتى أنجح لازم أبذل وأسعى. فإيش هو السعي؟ إني أسوق منتج خلال الشهر بقيمة 13 دولار. الأمر بسيط جدا، إني أدعي 4 شركاء لتتغير حياتهم بإذن الله تعالى ويقوموا بنفس العملية، بكون ساهمت بتغيير حياتهم خير على خير بإذن الله تعالى. فخطوات بسيطة إن شاء الله تعالى متراكمة مع المضاعفة والاستنساخ مع الفريق، هذا الشيء راح يعطينا نتائج كبرى بإذن الله تعالى. فدائما خلينا نركز، بالشهر الأول 5، بالشهر الرابع 625 عمولي، بالشهر الأول بسيطة، الشهر الثالث 84، بالشهر الثالث 84، بالشهر الرابع 539. شوفوا لغة المضاعفة. الله يبارك فيكم جميع. بتمنى من الجميع يركز بإذن الله تعالى، الملتزم بتحقيق التارجت الله يبارك لك وضاعف نتائجك. الشخص اللي عم يقول ما عم استطيع احقق ال100 نقطة، التزم بهي الخطط. طبعا بغض النظر قهوة سوداء، شامبو، ايا كان المنتج، لكن نحن اليوم ضربنا مثال على القهوة السوداء. طبق هي الخطط ان شاء الله تعالى راح تعطيك نتائج كبرى وبوقت قصير باذن الله. حياكم الله، نلقاكم بالسفارة شركائنا، نعطيكم هي الخطط دائما مثل ما نتكلم للتطبيق ليس فقط للنظر. فطبقوا هي الخطوات ان شاء الله باذن الله تعالى تكون سبب بنجاحاتكم. حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.